السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض الشاورما اللي احنا تبلناها في الفيديو بتاع تتبيلات او تفريزات الشهر. عندي الشاورما بتاعتي اخدتها من الفريزر، سبتها تفك وحطيتها في صينية وهدخلها على الفرن على طول، بس كده. وهجهز عندي بقى خضار، بصل مقطعاه جوانح، وعندي فلفل الوان برضو، بس انا الفلفل الالوان كنت مفرزاه. اول ما الفراخ عندي تنزل ميتها وتشربها هزود عليها البصل وهدخله برضو الفرن. بعد كده اول ما البصل يدبل ويدخل في السوا هروح مخرجة الفراخ ومزودة عليها الفلفل، وبرضو اول ما يبتدي ان هو يدخل في سوا المية بتاعة الفراخ كلها تنشف، هخرجها ويبقى كده الشاورما عندي بالخضار جهزت. طريقة التقديم بقى مختلفة المرة دي عشان هعملها في عيش التورتيه على شكل كريب. ممكن نكتفي بان احنا عيش التورتيه ده نسويه على الجريل من الوشين. انا مش بقفل التورتيه بحاجه، هو اوريدي لما هيدخل الفرن او هيتحط في الجريل هيتقفل لوحده، مش هيخرج الحشوه اللي جواه. وممكن ان احنا نعمل زي ما انا عملت كده، ان احنا هنحشي التورتيه الاول. هنقسم التورتيه نصين وهناخد النص نحشيه بالشكل ده كده على هيئه كريب، ونحطه في خليط البيض باللبن، وبعد كده نحطه في كورن فليكس ونحطه في صينيه. الاول نرشه بزيت، وبعد كده ندخله الفرن حوالي 10 دقايق، وبعد كده نخرجه نحط على الوش جبنة موتزاريلا، وبعد كده ندخله الفرن تاني لغاية ما الجبنة تبقى بالشكل ده كده. ويكون عندي طبق عشاء سريع جدا جدا او غدا برضو سريع قوي مع المشروب المفضل بتاعكم بقى، والف هنا. وطبعا بطاطس محمرة. شايفين الساندوتش عامل ازاي؟ بجد خطير وسريع جدا. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو جاي.